هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 2 من يوليو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وضمن برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص حلقة اليوم لتناول أهم تطورات الأوضاع في إقليم تيغراي بعد سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على عاصمة مقلة وانسحاب القوات الإثيوبية منها وتداعيات ذلك وتأثيراته المستقبلية على إريتريا. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. في أول تصريح رسمي له، رئيس الوزراء الإثيوبي يكشف أسباب انسحاب جيشه من تيغراي. استئناف العلاقات الأمريكية السودانية بشكل كامل. زعيم كوريا الشمالية يقر بأن بلاده تعاني أزمة كبيرة في مواجهة فيروس كورونا. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في أول تصريح له بعد خروج قواته من عاصمة إقليم تيغراي يوم الاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حرضت الشعب ضد الجيش، لذلك قرر الجيش مغادرة الإقليم. وأشار رئيس الوزراء بأن قرار سحب الجيش جاء على خلفية العداء الشعبي له من قبل شعب الإقليم، وإن جاء ذلك لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأن قواته استطاعت حسم المواجهة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد بداية الحرب ب3 أسابيع، وأن قدرات الجبهة لن تشكل خطرا على إثيوبيا بعد اليوم كما قال. وألمح رئيس الوزراء بأن حكومته رفعت يدها عن الإقليم، مما دفع الحكومة لسحب الجيش من هناك. وكانت وسائل الإعلام العالمية تحاول الوصول لرئيس الوزراء والناطق الرسمي لوزارة الخارجية، لكن دون جدوى. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء لتكشف الأسباب الحقيقية لعدم قدرته على حسم المواجهة ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومقاتليها، والتي بدأت في استعادة الأمور في الإقليم. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. استأنف كل من السودان والولايات المتحدة الأمريكية العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بعد أن أزالت واشنطن الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي، والتي كانت قد ظهرت فيها منذ عام 1993. والتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الخرطوم أمبر باسكت، والذي أبلغها أن الحكومة الأمريكية قررت العودة إلى حالة العلاقات الطبيعية حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. وذكر بيان الخارجية أن القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم نقل للوزيرة السودانية قرار حكومة بلادها نقل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى حالة العلاقات الطبيعية، ولم تعلق السفارة الأمريكية على الأمر. وستحل هذه العلاقة الدبلوماسية الجديدة بين البلدين محل العلاقة السابقة التي حافظت فيها واشنطن والخرطوم على علاقات ثنائية في إطار خطة المعالجة الاستراتيجية. وكانت تلك الخطة قد وضعتها الإدارة الأمريكية للإشراف على عمل الحكومة السودانية ومراقبتها في بعض القضايا التي اعتبرت استراتيجية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فقد تخلت واشنطن عن هذه الخطة اعترافا بإنجازات الحكومة المدنية الانتقالية وتماشيا مع الواقع الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وكانت الخرطوم قد أعلنت في مايو من العام الماضي أنها حصلت على موافقة الولايات المتحدة على تعيين سفير للسودان في واشنطن للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء، حيث كانت محصورة منذ ما يقرب من 25 عاما على مستوى القائمين بالأعمال. ومع ذلك لم تقم واشنطن بعد بتعيين سفير لها في السودان. نقلت البي بي سي عن مصادر كوريا الشمالية بأن الرئيس الكوري كيم جونغ أون أنحى باللائم على مسؤولين محليين قائلا بأنهم تسببوا في حالة حرجة خلقت أزمة كبيرة في أمن الدولة والشعب بسبب فيروس كورونا.
وقالت البي بي سي أن رجل كوريا الشمالية القوي انتقد مسؤولين بارزين بسبب أوجه قصور تسببت في أزمة كبيرة لم يحددها تتعلق بفيروس كورونا حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في البلاد. يأتي ذلك في إشارة نادرة إلى شدة تفشي الوباء في كوريا الشمالية التي أصرت سابقا على عدم وجود حالات بالمرض فيها، وهو ادعاء شكك فيه خبراء. وكانت البلاد قد أغلقت حدودها لمنع انتشار الفيروس، بيد أن هذه الخطوة أدت إلى نقص في الغذاء وتدهور الوضع الاقتصادي فضلا عن العقوبات الدولية. واعترف كيم جونغ بأن الوضع الغذائي مضطرب، وطالب المواطنين بالاستعداد لأسوأ نتيجة على الإطلاق، مشيرا إلى مجاعة مهلكة شهدتها البلاد في تسعينات القرن الماضي. هذه إذاعة إرنا. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقتكم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص حلقة اليوم لتطورات الأوضاع في إقليم تيغراي بعد سقوط العاصمة مقلة في أيدي قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يوم الاثنين الماضي، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعد انسحاب قواته وحكومة الإقليم. ونحاول معكم في هذا الرصد تتبع مسار الأحداث وتأثيراتها على إريتريا. في البداية نقدم لكم تقرير موقع بوابة أفريقيا المتخصص في الشؤون الأفريقية تحت عنوان أبي أحمد: الجيش انسحب من تيغراي لأنه لم يعد محور الصراع. هذه إذاعة إرنا. أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بانسحاب القوات الحكومية من مقلة عاصمة إقليم تيغراي بعد قتال دام شهورا، مرجعا ذلك إلى أنها لم تعد محورا للصراعات. وقال مسؤول حكومي آخر أن بمقدور القوات العودة إلى المدينة في غضون أسابيع إذا لزم الأمر. وكان هذان أول تصريحين علنيين يخرجان من مسؤولي الحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا الأسبوع على مقلة في تحول كبير للأحداث في الصراع. ولكن متحدثا باسم الجبهة وصف تعليقات أبي أحمد بأنها كاذبة، قائلا أن القوات الحكومية انهزمت واضطرت لمغادرة مقلة. وأضاف أن القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة لم تنسحب من الإقليم بشكل كامل مثل ما زعم مسؤولون إثيوبيون. وأعلنت الحكومة النصر على الجبهة بعد طرد قواتها من مقلة في نهاية نوفمبر الماضي، لكن الاشتباكات استمرت منذ ذلك الحين في مناطق خارج عاصمة الإقليم. وكان أشخاص في مقلة حيث انقطعت الاتصالات الهاتفية يوم الأربعاء الماضي قد قالوا يوم الاثنين أن السكان استقبلوا مقاتلي الجبهة بهتافات الترحيب. وقال سكان أن مشاهد مماثلة تكررت في بلدة شيري في شمال غربي البلاد، حيث انسحبت القوات الإريترية ودخلت قوات تيغراي. وقال أحد سكان شيري لرويترز طلب عدم ذكر اسمه أن الناس احتفلوا في الشوارع ورحبوا بالقوات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويواصل تقرير موقع بوابة أفريقيا القول. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد الانسحاب من مقلة، حيث قال لوسائل إعلام محلية في مقطع فيديو نشره موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء: عندما دخلنا إلى مقلة قبل 7 أو 8 أشهر كان السبب أنها كانت محور الصراع. وأضاف: لقد كانت مركز حكومة ومركز موارد معروفة وغير معروفة، ولكن مع خروجنا لا يوجد شيء مهم حيالها سوى أن هناك 80,000 شخص ومن ينهبون الناس. لقد فقدت مركز ثقلها في السياق الحالي. ولكن جيتاتشو ردا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قال أن القوات الإثيوبية اضطرت اضطرارا للانسحاب. وقال في اتصال له مع شبكة رويترز بأن مزاعم رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الانسحاب من مقلة محض كذب وافتراء. لقد تغلبنا عليهم، لقد انهزموا.
ولم يتسنى لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات المتضاربة للأحداث كما قال التقرير. وتتعرض حكومة أبي أحمد لضغوط دولية متزايدة لوقف الصراع وسط تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية ووحشية بحق المدنيين وقتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة. وقرر أبي أحمد في خطاب ألقاه أمام البرلمان في مارس بوقوع فظائع تشمل الاغتصاب، وتعهد بمحاسبة أي فرد في الجيش ارتكب جرائم بحق المدنيين. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تقرير موقع بوابة أفريقيا المتخصص في الشؤون الأفريقية حول تداعيات الوضع في تيغراي. ويقول التقرير: وقالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 350 ألفا يواجهون خطر مجاعة وشيكة، ويحتاج 5 ملايين آخرين لمساعدات غذائية عاجلة في أسوأ أزمة غذائية عالمية في 10 سنوات الأخيرة. وقال رضوان حسين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بتيغراي للصحفيين: إذا تطلب الأمر بمقدورنا دخول مقالي بسهولة، ويمكننا الدخول في أقل من 3 أسابيع. وأضاف أن الإريتريين الذين انضموا إلى صف الحكومة انسحبوا من الإقليم، ولكن جيتاتشو ردا قال أن ذلك غير صحيح، مضيفا أن القوات الإريترية تتجمع في شمال تيغراي وشماله الغربي في وضع دفاعي. وكانت إريتريا قد أرسلت قوات إلى تيغراي بعد شن الجيش الإثيوبي هجوما في نوفمبر الماضي على هجمات قوات الإقليم على قواعد للحكومة الاتحادية. ونفت إريتريا على مدى أشهر وجود قوات لها في تيغراي، لكنها قررت في وقت لاحق بوجودها ونفت مسؤوليتها عن أي انتهاكات. ولم يرد وزير الإعلام الإريتري على طلب التعليقات. وحذر الجيش الإثيوبي قوات تيغراي من إعادة تنظيم صفوفها، قائلا أن رده على ذلك سيكون هائلا، حيث قال اللواء باشا ديبيلي في تصريحات للصحفيين: أقول لهؤلاء الذين قالوا أن بإمكانهم إعادة تنظيم صفوفهم أنهم لن يمروا شبرا واحدا. وأضاف: إذا حاولوا استفزازنا سيكون ردنا هائلا وسيكون أكبر من المرة السابقة. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يوم الاثنين عن أمله في أن يكون الحل السياسي ممكنا. وقالت الولايات المتحدة أن الفظائع يجب أن تتوقف على الفور، وحذرت إثيوبيا وإريتريا من أنها ستراقب الوضع عن كثب. وقال روبرت جوديك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب الشؤون الأفريقية بالوزارة: لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة الفظائع في إقليم تيغراي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إلى هنا أعزائي المستمعين وعزيزات المستمعات انتهى تقرير موقع بوابة أفريقيا الخبري. ونعيد قبل التعليق بعض النقاط المركزية في تصريح رئيس الوزراء في خطابه المتلفز يوم 30 من يونيو المنصرم، حيث قال بأن الجيش الإثيوبي لجأ إلى تغييرات استراتيجية بعد قيام قوات تيغراي بحرب استنزاف طويلة لا تخدم الإقليم ولا إثيوبيا. وقال بأن وقف إطلاق النار من جانب واحد هدفه إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية للسكان، لأننا تعرضنا حسب قوله إلى انتقادات واسعة بهذا الشأن، رغم أننا خصصنا 3 أضعاف ميزانية إقليم تيغراي، أي 100 مليار بر إثيوبي، للحرب ولمكافحة وباء كورونا ولسد النهضة، أي ما يعادل 20% من ميزانية الدولة. رغم ذلك لم نتلقى سوى الانتقادات الحادة، لذلك انسحبنا. وقامت القوات الإريترية أيضا بالانسحاب من الإقليم. وأضاف أبي أحمد بأن شعب تيغراي كله تحول إلى عدو للجيش، حيث قام القساوسة بحمل السلاح واستخدام المقابر لتخزين الأسلحة، كما قدم الشعب الغذاء والسلاح للمقاتلين الخارجين عن القانون، وهذا جعل الجيش ينظر إلى الشعب كله كعدو له. وأكد بأن مقالي لم تعد لها أهمية استراتيجية بعد تدمير مقدرات قوات تيغراي في 3 أسابيع الأولى من الحرب، وأن جيشه ليس لديه النية بالعودة إلى هناك. وأخيرا أشار رئيس الوزراء الإثيوبي بأن سكان مناطق الأمهرة والذين تتوعدهم جبهة تيغراي لهم كامل الحق في الدفاع عن أنفسهم.
ويردد هذا التصريح صدى تصريحات قادة الأمهار الذين يقولون بأنهم سيقاتلون جيش جبهة تيغراي على أراضيهم. وعلى صعيد متصل، من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الوضع في تيغراي اليوم بعد التطورات الأخيرة بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا. وتترأس فرنسا الاجتماع بحكم رئاستها للمجلس في دورة شهر يوليو، وهذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني بعد اجتماع 15 من يونيو الماضي، والذي خصص لتناول الوضع الإنساني في الإقليم. هذه إذاعة إرنا. ونختتم البرنامج بتعليقنا على التطورات بطرح أسئلة والإجابة عليها. السؤال الأول: هل حقق أبي أحمد أغراضه من الحرب في تيغراي؟ حدد أبي أحمد هدف عملية إنفاذ القانون باستعادة حكم القانون في الإقليم وتقديم قادة زمرة الجبهة الشعبية للمحاكمة وإعادة دمج الإقليم في الدولة الإثيوبية. أولا، من أجل إنفاذ القانون يحتاج رئيس الوزراء لفرض سيطرة فعلية على الأرض، وهو ما لم يتحقق بحسب اعترافه، لأن الحرب تحولت إلى حرب بين الجيش والشعب، وهي حرب مقاومة شعبية. ثانيا، من أجل إنفاذ القانون يحتاج كذلك إلى إدارة تدير الإقليم، وتم إقالة الإدارة السابقة للإقليم. أما الإدارة الحالية فقد هربت إلى أديس أبابا تاركة العاصمة مقلة لمقاتلي جبهة تحرير تيغراي. أما دمج الإقليم في الدولة الإثيوبية فهذا لن يتحقق، لأن جبهة تيغراي عادت لحكم إقليمها. وأخيرا، لم تقدم العملية العسكرية المطلوبين للعدالة، وإن كان البعض قد قتل أو استسلم في المواجهة مع الجيش الإثيوبي، ولكن قيادة التنظيم لا زالت باقية كما هي. قد يفكر المحاربون في إقليم تيغراي وبعد فرض سيطرتهم عليه الانفصال عن إثيوبيا بشكل جاد، رغم ما قد يجده ذلك من معارضة دولية، ولكن الأمور على الأرض سوف تحدد الاتجاه نحو الاستغلال، ولن تعدم دولة تيغراي الجديدة في حال إعلانها من يعترف بها، لأن شعب تيغراي وبعد الحرب الأخيرة لن يعود قادرا على البقاء تحت حكم أديس أبابا. كيف سينعكس الأمر على إريتريا؟ تصريحات جيتاتشو رد بأن قوات تيغراي يمكن أن تطارد العدو حتى إريتريا وأراضي الأمهرة يدخل ضمن الحرب النفسية، وإن كان يكشف العداء والوعيد ضد كل من إريتريا والأمهرة الذين تورطوا في الحرب إلى جانب الجيش الإثيوبي. وأيا كان، فإن عودة جبهة تيغراي للسيطرة على الإقليم سيكون خصما على سلام وسلامة إريتريا طال الزمن أو قل. ستتوجه المدافع نحو إريتريا لمعاقبتها على مشاركتها في الحرب، ولا ننسى أن هناك جهات إريتريا معارضة قاتلت إلى جانب قوات تيغراي، وسوف يتم تسليح هذه القوات حتى الرأس لتشكل صداعا دائما ضد حكومة الدكتاتور إريتريا العجوز. وفي كل الأحوال يبدو أن إريتريا لن تنعم بالسلام بعد هذه الحرب اللعينة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول تداعيات سقوط عاصمة إقليم تيغراي في يد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتأثيرات ذلك المحتمل على إريتريا. قبل ختام فقرات برنامجنا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في أول تصريح رسمي له، رئيس وزراء إثيوبيا يكشف أسباب انسحاب جيشه من تيغراي. في أول تصريح له بعد خروج قواته من عاصمة إقليم تيغراي يوم الاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حرضت الشعب ضد الجيش، لذلك قرر الجيش مغادرة الإقليم. وأشار كذلك بأن قرار سحب الجيش جاء على خلفية العداء الشعبي له من قبل شعب الإقليم، وإن جاء كذلك لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأن قواته استطاعت حسم المواجهة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد بداية الحرب ب3 أسابيع، وأن قدرات الجبهة لن تشكل خطرا على إثيوبيا بعد اليوم. استئناف العلاقات الأمريكية السودانية بشكل كامل. استأنف كل من السودان والولايات المتحدة الأمريكية العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين بعد أن أزالت واشنطن الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي، والتي كانت قد ظهرت فيها منذ عام 1993.
والتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالخرطوم أمبر باسكت، والذي أبلغها بأن الحكومة الأمريكية قررت العودة إلى حالة العلاقات الطبيعية بين البلدين حسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية. زعيم كوريا الشمالية يقر بأن بلاده تعاني أزمة كبيرة في مواجهة فيروس كورونا. نقلت البي بي سي عن مصادر كوريا الشمالية بأن الرئيس الكوري كيم جونغ أون أنحى باللائمة على مسؤولين محليين قائلا بأنهم تسببوا في حالة حرجة خلقت أزمة كبيرة في أمن الدولة والشعب بسبب فيروس كورونا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.